السلام عليكم. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة اللوبيا البيضاء أو اللوبيا اليابسة بالمرقة. تبعوا معايا باش تشوفوا طريقة التحضير. بسم الله، نبدأ على بركة الله. أنا خذيت اللوبيا البيضاء، خليتها باتت ليلة كاملة في الماء، ومن بعد غسلتها مليح، ودوك نحطها في قدرة وندير لها الماء. ما نديرولوش لا ملح لا والو، نديرها غير شويه كمون. كيما على بالكم الكمون ينقص من الغازات، على خاطر بالماء هذوك اللي طيب بها اللوبيا نمرقوا بيهم. نحطها على النار حتى تطيب تماما. في قدر نحط زيت الزيتون او زيت طبيعي اللي يتوفر عندكم، ونزيدوا بصله مسكرفجه مليح وثلاث فصوص ثوم، كل واحد حسب الكميه اللي يديرها. اني الكميه اللي درتها قليله، ونخليهم يتقلوا شويه مع بعض. ونزيدوا ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، نخلطوهم تاني مليح حتى وين تتقلى شوية هذيك الطماطم مع البصلة. ونزيدوا ملح، تقدروا تزيدوا تاني مرق الدجاج، ونزيدوا نصف ملعقة صغيرة كمون وشوية فلفل أسود، وتزيدوا له شوية معدنوس ولا كزبر، قطعوا واش اللي عندكم، ونخليهم يتقلوا مع بعض. ونزيدوا حبة جزر، نخليها تاني تتقلى شوية معاهم. ونزيدوا المرقاز. انا المرقاز شريت النوعية الجيدة. اذا شريتوا يعني هذاك المرقاز اللي عنده كتير من شحم، لازم تقلوه شوية في المقلة ومن بعد ترجعوا لهذيك لاصوص باش يكمل طيابو تاني. ما تجيش المرقة ديالكم عندها كتير من ليذان. شوفوا نقلوا المرقاز مليح حتى وين تشوفوا كلش بريسك راه طايب. ونزيدوا ملعقة كبيرة فلفل احمر او عكري، يتقلى لمدة دقيقة او دقيقتين. وبعد نزيدوا هذيك اللوبيا بالماء تاعها، بالماء اللي طيبة نمرقوا بها، غير نسكبوها من هذيك القدرة اللي طيبناها للقدرة هذه اللي نطيبوها. ودوك نخليوها حتى وين تخثر المرقة، باسكو المرقاس طيب واللوبيا راها طيبة. شوفوا كيفاش جا الشكل النهائي للوبيا، جا ما شاء الله. نتمنى عجبتكم وصفة اليوم. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة والضغط على شعار القناة الظاهر أمامكم وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. إلى اللقاء، سلام.